ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنكمل اللي قلناه في الفيديو اللي فات. اتكلمت عن كل حاجة احنا محتاجينها عشان نقدر نبتدي الرسم بتاعنا بتاع جسم الإنسان. وأول حاجة هنبدأ هي الجستشر أو المقصود بيه هي البداية، الإطار بتاعي اللي بعد كده هبدأ أبني فوقيه. جميل، يعني تقدروا تعتبروا دي الأرض بتاعتي اللي هحط عليها الأساسات اللي بعد كده هعمل المبنى بتاعي. هنبدأ بإيه؟ أنا المرة اللي فاتت اتكلمت عن حاجات مهمة جدا، ممكن حضرتك ترجع تراجع عليها، لأن يعني الحاجات ديت لو أنت مش عارفها مش هتعرف ترسم اللي أنا بقولك عليه ده، وحتى لو قدرت تعمله كوبي يعني قدرت تنسخ اللي أنا بقوله ستيل برضو مش هتبقى فاهم أنت عملته ليه، ودي حاجة إحنا مش عايزينها. طيب يا جماعة دلوقتي أنا هقول لكم على كذا طريقة الناس بترسم بيها الجستشر، قلت لكم قبل كده مفيش حاجة اسمها صح وغلط، الأساسيات واحدة. بس في ناس بتشتغل بطريقة وناس تانية بتشتغل بطريقة تانية. ناس عندها خطوط ونقط مساعدة، ناس تانية بتختار نقط تانية أو خطوط مساعدة تانية تعرف تشتغل عليها عشان تبدأ تأسس، تبدأ تعمل الأرضية بتاعتي. طيب أنا دلوقتي الشخصية اللي قدامي ديت أنا عايز أرسم الجستشر بتاعي. أنا بقعد مع نفسي كده ثانيتين وأبدأ أحلل، يعني أحلل الريفرنس اللي قدامي. طيب أحلّله إزاي؟ يعني من الآخر أول حاجة هاتكلّم فيها، أنا عايز أشوف الشخصية اللي قدّامي دي، هل هي على مستوى نظري؟ يعني لو أنا الشخص اللي قدّامي أهو دي عيني، تمام، هل هي على مستوى نظري؟ يعني الشخص اللي أنا شايفه ده شايفه أنا واقف قدّامه بالضبط وهو على مستوى نظري كده، أدي الشخص اللي قدّامي أهو، والّا هل أنا شايفه من تحت شوية، والّا أنا باصص عليه من فوق؟ طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا باحدد الperspective بتاع الreference اللي قدّامي. ولو جينا بصينا على الشخصية اللي قدّامي دي، أبدأ أحدد حاجة زي كده إزاي؟ لو لقيت إن أغلب الحاجات في جسم الشخص اللي قدّامي في الreference اللي قدّامي أغلبها بتتجه لاتجاه معيّن. يعني إيه؟ يعني أنا عندي مثلًا الrib cage القفص الصدري والوش والرجل والحاجات ديّة أنا باصص عليها أوي من تحت، ولو بصيت عليها من تحت ده معناه إن أنا هالاقي المنظر عامل كده. لو جيت حاولت أقول إن ده مثلًا الشكل بتاعي من فوق، هيبقى شكل عندي الراس صغيرة، الrib cage أو القفص الصدري صغير، وأبدأ أشوف الحوض بتاعي كبير، وبعدين أبُص ألاقي الرجل بتاعتي بدأت تبقى تبقى كبيرة هي كمان. ده معناه إن أنا شايف الشخص منين؟ من تحت من هنا، بيحصل له distortion، لإن أنا لو بصيت على الشخص من تحت معنى كده إن الجزء اللي تحت ده قريب مني جدًا، وكل أمّا باطلع لفوق كل أمّا الشخص عمّال يبعد عني، فمعنى كده إن هالاقي الحاجات بتصغر. وعليه العكس، لو جيت بصيت على الشخص تمام من فوق، هابدأ ألاقي إن الدماغ كبيرة، هابدأ ألاقي إن القفص الصدري كمان كبير، بس بعد كده هالاقي الحوض والرجل بدأوا يصغروا، وبدأوا يصغروا ديّة معنى كده إن أنا باصص من فوق، يعني معنى كده الحاجة القريبة اللي منّي هي الكبيرة، وبعد كده كل أمّا أنزل تحت هتبدأ تصغر. إنّما لو الشخص على مستوى نظري هاشوف كل حاجة بطبيعتها. جميل، طيب ممكن يبقى الhorizon line ممكن يبقى عند الpelvis هنا عند الحوض، ممكن يبقى ما بين الحوض وما بين ال القفص الصدري، وده أغلب الشائع يعني. لمّا يبدأ يطلع فوق أكتر من كده شوية، زي ما قُلت لكم يبقى أنا أغلب الوقت الحاجات ديّة اللي تحت الhorizon line، فدايمًا باتفرّج عليها وبابُص عليها على إنها box تحت الhorizon line. لو كل حاجة بقت فوق يبقى معنى كده إن أنا شايف الbox بتاعي منين؟ من تحت. يبقى إحنا حددنا الشخصية اللي قدّامنا ديّة وهنعتبر إن الhorizon line مثلًا في المنطقة دي كده. يعني خلّينا نعمل كده ونحسّس نرسم مثلًا إن ده الhorizon line بتاعي مثلًا. طيب أنا برضه حددت عن طريق ده إزاي؟ عن طريق الbasic shapes، يعني أنا عملت analysis كده ما بيني وبين نفسي وحسيت إن لو جيت رسمت حاجة زي كده من الtwo point perspective من النقطتين دول، وبدأت أشد الخطوط بتاعتي وبدأت أشد الخطوط بتاعتي هيبدأ يتحول لي هنا المنظر ده الbox بالشكل ده. فبدأ دي النقط اللي رايحة للنقط بتاعتي اللي هي الvanishing points، النقط اللي بتختفي عندها الخطوط.
وادي الايه شكل البوكس بتاعي، انا شايف الجزء اللي تحت من الريب كيج، بس لو جيت بصيت هنا هلاقي ان النقط والخطوط عماله تعكس خالص. ليه؟ لان انا عندي ال ال البلفس الحوض بتاعي بدأ العكس بقى يحصل هنا، أنا شايف من فوق هنا، وده بيبقى أغلب الوقت بيبقى بالمنظر ده، لأن أصلا ربنا خلقه كده، خالق القفص الصدري طالع لقدام شوية وخالق الحوض راجع لورا شوية، وده السباين أو العمود الفقري بيبقى بالإيه بالشكل ده. فأنت أغلب الوقت شايف البلفس من هنا، وأغلب الوقت شايف الجزء السفلي من الريب كيج. طيب جميل. هتيجي تقول لي دلوقتي بس أنا ما أعرفش أنا القصة ديّة هتبقى في الconstruction في الجزئية التانية بعد الgesture. يبقى أنا دلوقتي وأنا باحدد الحاجات ديّة حاجات ممكن تساعدني، بس مش شرط أبقى عارفها أوي، بس هتفرق معايا شوية صغيرين. يعني أنا مش شرط أبقى عارفها أوي، بس هتفرق معايا شوية صغيرين. طيب هنيجي هنا نحدد الgesture بيترسم إزاي. زي ما قُلت لكم بيترسم بكذا طريقة، في ناس بتمثّل الgesture بتاعي أول حاجة بتبدأ بترسم الوش أو الراس بتاع الشخص اللي قدامي على هيئة دايرة، في واحد تاني يقول لك لأ أنا هارسم الوش بتاعي على هيئة شكل بيضاوي. ده حاجة وده حاجة، أنت زي ما قُلت لحضرتك أنت اللي بتحدد أنت محتاج إيه اللي هيساعدك بعد كده. لو أنت قدرت ترسم إن الشكل ده وقُلت إن هي دايرة، وبعد كده جيت مثلًا رُحت لقيتك عامل لي الكتف هنا، الخط بتاع الكتف ده لقيتك عامله لي هنا، طب منين ده؟ منين دي الدايرة ومنين ده خط الكتف؟ طيب بس لو أنت راسمها بالشكل ده وجيت حطيت لي خط الكتف هنا، والله أنا هابقى عارف أنت عامل إيه، أصلك عندك الدقن هنا أهي وخلاص الرقبة بتاعتك، فأنت محدد الدنيا ماشية إزاي. إنما هنا الموضوع صعب شوية، أنا هنا هاضطر إن أنا لمّا آجي أضبط الدنيا هاقوم جاي عامل كده. عشان أرسم شكل الوش بعد كده. طب إيه ده بقى، إيه الخط ده اللي راسمه في الدقن ده؟ فأنت اللي بتحدد أنت محتاج إيه، فوأنت بترسم أنت عارف already هترسم إزاي. طيب جميل، أنا دلوقتي عندي زي ما قُلت لكم الrib cage بتاعتي، الأساسيات بتاعتي الrib cage أو القفص الصدري، وعندي الpelvis أو الحوض، وهاقول لكم كل واحد بيبسّطها إزاي وبيرسمها إزاي. وعندي الشكل الكبير الرجل، عندي رجلين وعندي دراعين وعندي راس. يبقى 1 2 3 4 5 6 7، وفي جزء تامن كمان هو بيدخّله معانا وهو الspine أو العمود الفقري اللي رابط ما بين الrib cage بتاعتي والpelvis الحوض عندي. تمام، دي لو جينا بصينا عليها من الجنب، ولو جينا بصينا عليها شوية من الthree quarter بس من ورا كده شوية، هتلاقي العمود الفقري بتاع حضرتك عامل بالمنظر ده، وديّة معمولة لقدّام كده. خلّينا نمسح الجزئية دي، والعمود الفقري بتاعي يبقى طالع من هنا عند الرقبة، لو اعتبرنا إن دي الراس، دي الراس، ففي عندنا جزء هنا من العمود الفقري، وجزء كمان أهو، وجزء تحت خالص داخل في الpelvis أو الحوض بتاعي. يبقى هو مقسّمه ل8 أجزاء كبيرة. ده مايكل هامilton، يعني مايكل هامilton لمّا بيشتغل بالطريقة ديّة بيشتغل يقول لك أنا هارسم الgesture بتاعي، بس في نفس الوقت هادخّل معايا فيه الrib cage والspine والpelvis، أو بمعنى أصح الrib cage القفص الصدري والحوض والعمود الفقري. في ناس تانية يقول لك لأ أنا مش هادخّل معاك الجزئية دي، أنا هاخلّيها في الجزئية اللي بعدها. يعني بدل ما أنا أحطها ك أبدأ أرسم الgesture بتاعي وأحط الrib cage القفص الصدري وأبدأ أحط الحوض، لأ أنا يا عم الحاج مش عايز القصة دي كلّها، أنا عايز أركّز في حاجة تانية خالص. وده مؤخرًا برضه مايكل هامilton بقى بيشتغل بالقصة دي، ويوفّر إن هو يدخّل القفص الصدري والحوض معاه في الشغل. بس زي ما قُلت لكم كل شيخ وليه طريقة، وأنا هاعرّفك الطرق اللي الناس شغّالة بيها. طيب مايكل هامilton بيعمل إيه؟ ده واحد من الناس يعني اللي بتبدأ تشتغل يقول لك أنا هاشتغل بإن أنا هارسم دايرة أحدد بيها شكل الراس بتاعتي، شكل الراس بتاعتي، وبعد كده تاني حاجة بيحددها أنا دلوقتي أهو شكل الراس بتاعتي عاملها على هيئة دايرة. تاني حاجة بيحددها استخدامه
الرابن لاينز اللي أنا اتكلمت عليها المرة اللي فاتت، فكرة الرابن لاينز أو الخطوط أو الكيرفات اللي بتحدد لي المسار بتاع أو الدوران بتاع الكورة. هل هي الكورة ديّة الدوران بتاعها لفوق والّا الدوران بتاعها لتحت؟ يعني المقصود إيه، هاريحك، لو أنا عندي اسطوانة بالشكل ده، هل الدوران بتاعها هيبقى كده والّا هتبقى بالمنظر ده والّا الدوران كده؟ طيب دي بتفرق معاك في إيه؟ والله بيعرّفني إذا كانت هي بالمنظر ده وأنا شايف الجزء اللي تحت ده، ده معناه إن الcylinder ده والأسطوانة ديّة جاية ناحيتي، يعني مقرّبة ناحية الviewer طالعة لقدّام، يعني من الآخر لو اعتبرناها رِجل، أنا هاعتبرها هي الرِجل دي، كإنّها إيه، طالعة لقدّام كده. فشايفين الدوران ده هو بيعمل إيه، نفس الدوران، الدوران اللي فوق ده هو بيتجه نفس الدوران، دوران لفوق، تمام، لإن هو جاي علينا. إنّما لو الرِجل دي أو الcylinder دي زي الرِجل اللي ورا كده بالضبط، شايفينها راجعة لورا، فهتبقى الcurves أو الدوران بتاعها بالشكل ده. طب ده إيه علاقته في الsphere هنا؟ الدايرة هنا شايفين هي باصة لفوق ودماغها متنية كده، مايلة لجنب كده، فبيقوم جاي عامل إيه، يقول لك والله حدد لي التِلت، التِلت دي يعني الاتجاه بتاع الراس بتاعتك، هي مايلة للاتجاه ده، يعني أنا لو اعتبرت إن دي دايرة، أدي خط الcenter بتاعها. طيب معنى كده إن لو الراس راحت الناحية دي فالخط ده هيتحول لكده، راحت أكتر هنا الخط ده هيتحول لكده، معنى كده إن هو عمّالة تبُص في الاتجاه ده، والعكس لو راحت الناحية التانية يبقى التِلت هتبقى بالمنظر دي. طيب التِلت ديّة هو بيعملها إيه برضه تبقوا فاهمين يا جماعة، التِلت دي لمّا بنيجي نرسم البورتريه دي ليها مدلول في مكان معيّن، إنّما وإحنا بنرسم الgesture دلوقتي أنا مجرّد باحدد إن الراس مايلة كده شوية. ومعنى إنها رافعة دماغها لفوق، يبقى معنى كده إنها هتبقى إيه، دي الرابن لاين، الكيرف هيبقى إيه، ماشي بالمنظر ده كأنه ماشي لفوق. طب هييجي واحد يقول لك أنا مش فاهم قد كده، هاقول له طيب تعالَ نحوّل الوش ده، طبعًا ممكن تشوف الكلام اللي أنا اتكلمته كله عن البورتريهات وابدأ حوّلها لي لbox، لو جيت حوّلتها لbox هتبقى بالمنظر ده، لو جيت خدت الشكل ده بتاع التِلت بتاعي ومشيت مع الحواجب ومشيت مع الودان، أدي يا جماعة بداية الودن وبداية الحاجب، فجأة لقيت نفسي باتحوّل لbox وشايف الbox من تحت، يعني لو كمّلت الخطوط دي هالاقي الhorizon line هنا. طب لو اتّبعت خلّيت الخطين دول خلّيتهم على هيئة curve بالمنظر اللي حضرتك شايفه قدّامك هيدّيني نفس الcurve ده، يبقى معنى كده إن الcurve بتاعي ده لو أنا جيت رسمته كده سوري بالمنظر ده، ودايمًا نبقى حاطين في حسابنا إن ده خط الوسط، فالcurve بتاعي هيبقى بالمنظر ده. خلّيه دايمًا بيبدأ من النقطة دي والنقطة دي، يعني لو بَص أعلى شوية أخلّيه برضه بالمنظر ده، يبدأ من النقطة دي وينتهي في النقطة دي، يبقى معنى كده إن هي دي مثلًا الحواجب عندي هنا والودان عندي هتبقى بالمنظر ده كده، ونعتبر إن ده الإيه، وش البني آدم اللي أنا شايفه قدّامي حاليًا، اللي أنا شايفه قدّامي حاليًا. طيب أنا كده حددت اللي أنا عايزه، هل ممكن بالgesture أرسم المنظر ده؟ براحتك، هل ممكن بالgesture إن أنا أقوم جاي راسم الدايرة بتاعتي وحددت التِلت بتاعتي، وبعدين قُلت أمّا أزوّد المنظر ده كده، الjaw بتاعي والجنب بتاع الوش، لو أنت عايز ترسمها بالمنظر ده still برضه أنت صح، دي صح، دايرة بس صح، شكل بيضاوي صح، ما فيهاش صح وغلط فيها، أنت بتبني لإيه عشان خاطر تروح بعد كده للخطوة اللي جاية. أنا دلوقتي باعرّفك كل واحد بيمشي بطريقة عاملة إزاي، وباشرح لك هو أساسًا عاملها كده على أي أساس. طيب أنا هاعتبر إن أنا عايز بس أرسم إيه، هارسم مجرد دايرة. تاني خطوة، تاني خطوة بيحدد اتجاه الرقبة بتاعتك. طيب يا جماعة الجزئية اللي أنا هاقولها حاليًا دي الجزئية بتاعة مايكل هامilton، هي ممكن تبقى صعبة على ناس كتير لإنها مش هتبقى قادرة تتخيل النقطة الجاية اللي أنا هاتكلم فيها، وهي شكل الspine، شكل العمود الفقري بتاعنا. هو بيقول إيه، أنا مش هارسم العمود الفقري، أنا هابدأ بالرقبة، أنا خلاص خلّصت الدماغ، بس أنا عايز الattachment دي، عايز التوصيلة دي، إيه اللي بيربط الدايرة دي بالكتف بتاعي؟ فيقول لك إيه، هي الرقبة،
طب الرقبة ديّة بيرسم أنهي خط؟ هل الخط ده والّا الخط ده والّا هو بس بيحدد خط من جوّه والّا هو بيعمل إيه؟ هنا مايكل هامilton بيقف معاك وقفة ويقول لك يا باشا بُص، أنا لا بارسم خط ولا بارسم بتاع، أنا بارسم تعبير، يعني أنا ما تقوليش إن الخط ده الرقبة من برّه، ما تقوليش الخط ده رقبة من جوّه، هو مجرد تعبير عن مكان واتجاه الرقبة بتاعتي، إنما هو مش خط محدد موجود في الجسم، يعني لمّا آجي أقول لحضرتك أنا هارسم الخط ده كده يعبّر لي عن المنطقة اللي برّه دي، ما تقوليش إن الخط ده هو القفص الصدري متصل بجزء من البطن، متصل بجزء لأ. هو مجرد تعبيرًا منّي عشان خاطر أحدد شكل شكل الخط بتاعي، أنا بس عايز أعرّفك إن ده الgesture بتاعي، ده الإطار بتاعي، والله أنا باحدد لك إن في المنطقة دي في stretch شد من فوق هنا وشد، في استطالة stretch بتاعي، ولو جيت رسمت خط تاني هنا وجيت عملت كده، أنا باقول لك هنا في pinch أو في غزة جوّه كده اللي هو إيه، في ضغط هنا كده، تمام، فبيتكلّم عن حاجة اسمها الstretch والbench، تمام، stretch اللي هو الجزء اللي فيه استرتشات، جسم مستطيل فيه، وفي جزء تاني متني كده فيه إيه، الbench بتاعتي، هو بيحدد دي برضه وهو بيرسم الإيه، الرقبة بتاعته، فتعالَ نشيل الحتّة دي ونبدأ نتكلّم عن الرقبة، هو دلوقتي رسم دايرة وبعد كده قام جاي قايل لك إيه، والله أنا عندي هنا الرقبة فيها stretch وعندي هنا لو جيت بصّيت الرقبة هتلاقي فيها bench، تمام، يبقى أنا عندي سهمين داخلين هيقابلوا بعض في نقطة وسهمين طالعين من إيه، من نفس النقطة طالعين هنا بيعملوا stretching. طيب جميل جدًا، يبقى أنت دلوقتي حدد لي الرقبة بإيه، بخط أو بcurve كده. طيب أنت ليه يا مُعتز بدأت من هنا ما بدأتش من هنا، ما بدأتش من هنا، طب ما عملتهاش الرقبة في النُص ليه؟ أنا زي ما قُلت لحضرتك ده مش مدلول على أي شيء غير إن في رقبة هنا وطالعة بالمنظر ده، وكمان بيقول لك إن الجزئية دي عشان خاطر تبقى فاهمها بقى للحتّة اللي جاية عندنا الspine وأنا باتكلم عن مستر مايكل هامilton طبعًا ليه كتاب يا ريت الناس تروح تبُص عليه عن الfigure drawing. الspine بيقول لك بيتكوّن من إيه، عندك الدماغ من فوق أهي، لو دي عندي الدماغ بتاعتي، عندي آدي الرقبة، في عمود الفقري واصل فيها من ورا بالشكل ده، وبعد كده بيلِف وبعد كده بينزل كده. طيب بيلِف ديّة يعني هنا عندي الrib cage وهنا عندي الشكل بتاع الإيه، الpelvis بتاعي، داخل كده من ورا من هنا كده، اللي هو الجزء اللي في الضهر بتاعك منين، من ورا. طب ده جميل جدًا، طيب أنا بقى كشخص مبتدئ، أنا أشوفه إزاي؟ يعني أشوف إزاي إن هو نازل بالشكل ده؟ لإن أنا عندي الرقبة زي ما قُلت لكم طالعة لقدّام كده، زي ما أنتم شايفين الرقبة طالعة لقدّام والدماغ بتاعتي مرمية لقدّام كده، طب أنا أشوف إزاي إن ديّة لافة من هنا بالشكل ده والrib cage بتاعتي بما إن قفص الصدر ده مرمي لقدّام، يبقى الrib cage بتاعتي أو الspine بتاعي بالمنظر ده وبعدين داخل كده، يعني هل أنت ممكن تتخيّل إن ده شكل الspine شكل العمود الفقري، إن أنت بقى تبدأ تتخيّل إن ده الrib cage والله طالع لقدّام يبقى هو من الشكل من ورا هيبقى بالمنظر ده قصة كده. فأنا بالنسبة لي أنا ما بافضّلش الفكرة دي أوي، لإن هو بيبدأ يرسم إزاي، بيبدأ يرسم الدايرة وبعدين يحدد شكل ال الneck بتاعتي أو جزء من الspine أو الstretch اللي في الneck ممكن بيرسمها هو بالcurve ده كده عشان هو عارف زي ما قُلت لكم إن الدماغ من ورا عاملة كده، فهو بيرسمها بالcurve ده. طيب أنا دلوقتي مش عايز دي، يعني أنا مش حابب الحتّة دي، مش فاهمها أصلًا، طب ما أنا أتّبع الstretch اللي موجودة هنا وخلاص، يعني أنا لو رسمت دماغ على الهيئة دي، طب ما أنا أقوم جاي عامل كده، تمام، اللي هو أنا باحدد مثلًا إن في stretch من هنا، اللي هي الجزئية دي أنا رسمت أهو. دي، فباحدد إن في stretch كده، إيه المشكلة في ده؟ وده اللي بيعملها بالطريقة دي واحد تاني اسمه جوش بلاك، جوش بلاك بيقوم جاي راسم الدماغ بالهيئة دي وبعدين يقوم جاي عامل لك الstretch دي كده، ومش بس كده، بيقوم جاي شايف واخد الجزئية دي
اللي هي بتاعة ال هاصغّرها هاكبّرها لكم شوية عشان تبقوا شايفين هو بيعمل إيه. هو عارف إن الرقبة بتاعته بالمنظر ده كده، وجاي رابطين tendons أربطة، والاتنين داخلين إيه عند الcollar bone أو الجزئية اللي هي الترقوة دي. فهو إيه، حابب الtendons دي اللي هي اللي أنتم شايفينها معايا دي. هو قال لك بقى إيه جوش بلاك بيقول لك دول هينفعوني أوي وأنا بارسم. فيقوم جاي عامل إيه، وهو بيرسم الgesture يقوم جاي عامل الدايرة بتاعته، وبعدين يقوم جاي واخد الstretch ده، وبعدين ياخد tendon من المقابل ليهم اللي هو ده. بياخد tendon من المقابل ليه، يعني هو عامل الstretch وبعدين يقوم جاي عامل كده، وبعدين يقوم جاي إيه، موصّلها بدي. بالكتف، يقول لك إيه، أنا هاعمل دي كده، وبعدين هاقوم جاي واخد التندن من هنا وعاملها بالمنظر ده، كإنهم إيه، مع بعض كده. أنا مش عايز أدخّلك في طُرق كتير، بس أنت زي ما تقول كده experiment، جرّب في كُلّه وشوف الدنيا ماشية إزاي، يعني شوف الدنيا بتاعتك هتبقى ماشية إزاي. أنا دلوقتي قُلت لك على كذا طريقة، هل أنت ممكن يبقى ليك طريقة تانية خالص؟ يا باشا براحتك. أنا أهو، أدي طريقة مايكل هانتون أهي، أدي الراجل عمل لك الراس أهي، وعمل لي دي كده، الرقبة، وقام جاي إيه، واخد اتجاه الكتف بتاعي. جوش بلاك قال لك لأ، أنا هاخد الراس أهي، وهاخد الstretch بتاعتي دي، وقام جاي هاخد معاها الإيه، الجزئية ده أهي، الخط ده، وأقوم جاي مدخّل معاهم الإيه، الجزء بتاع اتجاه الshoulder. سواء كده أو سواء كده أنت براحتك، لإن هو لمّا بيبدأ يكمّل الوِش هو خلاص عرف كده إيه، مكان إن دي الرقبة اللي داخلة عليه هنا، ويا دوب بيقوم جاي مزوّد الجزء التاني من الرقبة. ده واحد ما بيفرقش معاه، أو بمعنى أصح بعد ما بيخلّص الgesture ممكن أصلًا يمسحه ويشتغل من أول وجديد، أو بيبدأ يشتغل فوقيه. جوش بلاك لمّا بييجي يشتغل بيرسم بطريقة إن هو بيرسم بخطوط يعني باهتة شوية، بس طبعًا خطوطه نضيفة جدًا، جدًا، عشان خاطر دي بتبقى الأساس اللي بيشتغل عليه. مش بيقعد يرسم زينا كده يقوم جاي عامل الدايرة كذا خط بالمنظر ده لأ، هو بيقوم جاي راسم الدايرة على إنها خط واحد جميل كده منحنى كده حلو، يفضل يلف كده لحد ما يوصل إن هو يعمل إيه، دايرة محترمة كده. طيب لمّا يعمل الدايرة المحترمة دي ما بيقعدش بقى إيه، بيقعد يعمل كده، كده، وبعدين عرف إن دي الstretch بتاعته، وبعد كده ياخد الجزئية دي من هنا، وبعدين خط واحد، عشان لمّا يبدأ يبني وعمل الrap line، يبدأ يبني كل خطوطه يا جماعة خطوط واحدة، وده بيساعده وهو لمّا ييجي يبدأ إيه، يرسم. بتساعده إن هو يرسم فوق الرسمة بتاعته عادي خالص من غير أي وَش، وبتبقى شكلها على إنها إيه، رسمة نضيفة. واحد تاني زي ما قُلت لكم، أنا مثلًا لمّا باجي أرسم بافضل أعمل إيه، شكل الدايرة، الرسم بتاعي إيه، زي ما تقولوا كده إيه، مش نضيف أوي في المرحلة الأولى دي، لإن أنا already بعد ما باخلّص باقوم جاي مغيّر الopacity بتاعتي وعامل واحدة جديدة، وأبدأ أرسم فوقيها الإيه، الجسم بتاعي. فأنت مين فيهم براحتك. أنا واقف في الحتّة دي كتير ليه، عشان خاطر هي دي المبني عليها الجزئية اللي بعد كده. الحاجات دي مهمة جدًا، فأنا يا دوب باخدها لكم واحدة، واحدة. طيب أنا رسمت دلوقتي الوش بتاعي، خلاص ده indication، ده تعبير عن ده الوش بتاعي، وفي نفس الوقت جيت رسمت الإيه، الwrapping line بتاعتي، الcurve بتاعي اللي أنا رسمته عشان يحدد لي إن الراجل ده أنا باصص والله فوق، أنا الوش ده باصص لفوق كده ومايل الميلة دي كده. طب هو مايل الميلة دي كده، في واحد تاني يقول لك يا عم أنا مش هارسم الرقبة أصلًا، أنا هاقوم جاي بادئ وعامل إيه، شادد الخط كده بتاع الshoulder، محدد لي بقى الاتجاه، الزاوية بتاعة الكتف بتاعتك. عشان بعد ما تحدد الزاوية بتاعة الكتف دي هتبقى مهمة جدًا بالنسبة لي. ليه؟ لإن هي دي اللي هارسم عليها الكتف. بعد ما تحدد لي دي، ابدأ ركّز لي في كل المنحنيات والخطوط العريضة اللي عندك. يعني ما تجيش مثلًا تقوم جاي عامل لي إيه، والله في حاجة هنا كتف كده مايل مش عارفة إيه هنا لأ، ما لكش دعوة بالقصة دي. ابدأ دايمًا بالأشكال الكبيرة. والله فين الخط بتاعي اللي جاي من النقطة دي وجاي واصل
بص واصل لحد النقطة دي. ده اسمه يا جماعة اللاين اوف اكشن، الخط بتاع الحركة، الخط بتاع الفعل بتاعي. اللاين اوف اكشن ده بيحدد لي انا التورسو بتاعي كامل اتجاهه فين. والمقصود بالتورسو هنا هو الريب كيج مع البلفس. والله الاكشن لاين بتاعي اهو، ده شكل دوران او شكل الموشن بتاع الجسم بتاعي. يعني لو جيت رسمت ده كده، حددت ان والله الريب كيج بتاعتي طالعه لقدام شويه كده، والبلفس بتاعي طالع اهو زي الفل يا جماعه. طب جميل، انا دلوقتي رسمت الجزئيه دي، هل ابدا ابص على الكتاف والمش عارفه ايه لا، انا هقول لك مايكل هامilton بيعمل ايه. مايكل هامilton يقول لك انا الريب كيج بتاعتي اهي، الجزئيه دي القفص الصدر اهو، والبلفس اهو. انا هتخيل بقى السباين بتاعي، والسباين بتاعي جاي لافف من ورا هنا كده، ونازل في الايه في البلفس كده. فيقول لك انا هحددها ازاي؟ بقى ادي السباين بتاعي هحددها بالمنظر ده. دي لفه العمود الفقري بتاعي. وانا قلت لك هو مش جاي في الحته اللي ورا دي علشان هو يحدد الجزئيه دي او يرسم الخط بتاع الظهر ده، لا، هو بيحدد حركه. ويقول لك والله انا ديت عندي فيها بنش، فانا هعملها بالمنظر ده. ودي كلها ستريتش، فانا هعملها بالمنظر ده. تيجي تبص عليها كده هتلاقيها بالمنظر ده كده. هل ده البروبورشنز او دي التناسبات الفعليه؟ لا، بس دي البدايه بتاعته، ده البنى بتاعه. فيقوم جاي عامل لك ايه؟ يقول لك اهي، ده المنظر بتاعه اهو، وفي هنا يا جماعه بنش، تمام، وفي هنا ستريتش نازله لتحت كده. ويقوم جاي حدد لك الايه البلفس بتاعي كله كامل، بيقوم جاي عامله بايه؟ بدوران كده. بس هو حدد لي الدوران ده، الرابط ده. ويقوم جاي عامل ايه؟ يقول لك الدوران ده، انا دلوقتي انا عارف ان الجزء اللي فوق من الريب كيج راجع لورا كده، فمعنى كده ان هو الدوران بتاعه ده، لان انا شايف الجزء من تحت اهو، فالدوران بتاعه كده. وعارف ان البلفس بتاعي انا شايف الجزء اللي فوق، فالدوران بتاعه كده. فانا كل اللي هعمله ايه؟ هقوم جاي بس عامل راب لاين كده، واحد كده او اتنين، والناحيه ديت هقوم جاي محدد لي كمان واحد او اتنين كده. اللي هو ايه؟ بعرفك بس بمجرد خطوط ومنحنيات بسيطة ان انا شايف والله من تحت من هنا الريب كيج، وببص على البلفس من فوق هنا. والله انا حددت لك ان هنا في بنش، وهنا الناحية التانية في ستريتش. ويقوم جاي عامل ايه؟ مكمل الدنيا دي ازاي؟ يقوم جاي راسم زي ما قلت لك الخطوط الطويلة، الخطوط الكبيرة. انا بعد ما عملت الجزئية دي مديلي دي، بيرسمها على هيئة ايه؟ اس كيرف. اس كيرف، الرجل عندي بيرسمها على الاس كيرف. ونفس الاسترتش ده يقوم جاي مطولهولي وحاططهولي ايه ورا هنا كده. حددت لي الرجل الاولى، وحددت لي الرجل التانية. ممكن تاني يعمل ايه؟ يقول لك الله، طب ما دي حاجة حلوة، انا هعمل الكيرف على هيئة مش اسطوانة، بس خليني اعملها بالمنظر ده كده. بس خلي بالك، دي الاسطوانة بتاعتي بالمنظر ده انا شايفها من تحت. خلونا نقلل الايه الدنيا هنا شوية. شايف ده؟ سوري، الرجل بتاعتي عشان طالعة لقدام، فأنا شايف الأسطوانة من تحت. فقال لك خلاص يبقى دي الرابن لاين. البلفس بتاعي يا جماعة بالمنظر ده كده، فقال لك يبقى الدوران بتاعه كده. الريب كيدج بتاعتي كده، وأنا شايف الجزئية اللي تحت من هنا، يبقى الدوران بتاعي كده. حلو قوي. الجزء اللي ورا ده، الرجل اللي ورا راجعه لورا، فيبقى الدوران بتاعها كده. هو بيحددها هنا على هيئه الجستشر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. هل ده باي اني مينز يعني هل اللي انا شايفه قدامي ده دي حاجه بتحدد لي البروبورشنز او الابعاد او انا زي ما قلت لحضراتكم، هو مجرد بيعملها عشان خاطر بيبني للي بعد كده. طب الدراع بيرسمه ازاي؟ والله بيرسمه على هيئه ثلاث خطوط مثلا بالمنظر ده كده. وممكن ساعات يقوم جاي عامل خط بس كده امام الخط ده، ويقوم جاي عامل خط تاني كده، والناحية التانية كذلك خطين تلاتة كده، ويطلع دي فوق شوية كده. ادي يا جماعة الايه شكل الجستشر بتاعي. حددت الرابن لاينز، حددت الدنيا بتاعتي ماشية ازاي، انا ما عنديش ادنى مشكلة. ظبطت الدنيا، رسمت الجستشر بأقل كيرفات، بأقل
خطوط، وحددت كل حاجة أنا عايزها. ومش بس كده، أنا عملت كابتشرنج للبوز بتاعي. لو جيت نظفت الدنيا ديت هلاقي دايرة رابن لاين، عندي النك بتاعتي، الرقبة، عندي خط الشولدر بتاعي، عندي الحتة اللي حددت فيها إن في بنش، إن في نغزة هنا كده، وعندي حددت إن في هنا ستريتش كامل بكيرف كمان، حددت إن ده المكان بتاع البلفس، الخط بتاع الأكشن. عملت خط هنا كمان عشان خاطر يحدد لي إن الريب كيدج بتاعتي والله دي الرابن لاينز بتاعته، والبلفس بتاعي أهو دي الرابن لاينز بتاعته. والله حددت إن الجستشر بتاع الرجل بالمنظر ده كده، عندي أهو اس كيرف بالمنظر ده، الرجل بتاعتي أهي. حددت مثلا خط كمان، ومن الناحية التانية رسمت الخط بتاعي ووقفت هنا. طبعا المنظر اللي قدامكم ممكن منظر ما يسركش يعني، بس هو دي الجستشر بتاعي، هو ده الجستشر بتاعي زي الفل. من هنا بقى بيبدأ يبني للخطوة اللي بعدها، ودي هنشوفها ايه في المرة الجاية ان شاء الله. فده الجستشر بتاعي للمرة المليون. قلت لحضرتك الجستشر ما هو معمول عشان خاطر تبقى دي البداية بتاعت سعادتك، البداية اللي هتبني عليها بعد كده، البداية اللي حضرتك هتبني عليها بعد كده. فما تحاولش تكتر على نفسك الدنيا، وما تحاولش تشوف الدنيا ايه يعني بعين كده اللي هو الدنيا بايظة يعني. لا، هو بس بيحدد الرابن لاينز بتاعته وشايف الدنيا ماشية ازاي عشان خاطر يبني بعد كده المرحلة الجاية اللي اسمها الكونستراكشن. طبعا انا هقعد في الجستشر دي شوية عشان خاطر الناس برضو تبقى فاهمة الدنيا اكتر واكتر، بس ساعتها مش هبدأ بقى اتكلم انا عملت دي ليه ومش دي ليه، انت اوريدي تبقى فاهم من بعد ما احنا اتكلمنا في الفيديو ده والفيديو اللي قبله. بس برضه هحاول افهمك الدنيا برضه عشان خاطر التكرار. ماشي يا جماعة، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.